كتير مننا بيبقى عايز يعمل الفول في البيت بس ما بيطلعش ولا نفس اللون ولا نفس الطعم بتاع بره. تعالوا بقى هنعمله بطريقة سهلة جدا من غير أي افتكاسات، وهيطلع طعمه ولونه خطير زي بتاع بره وأحسن كمان. وكمان هنعمله في حلة، مش هنعمله في قدرة. تعالوا بقى أقول لكم عملنا العظمة دي إزاي. أول حاجة أنا جبت كيلو من فول التدميس ونقيته وغسلته كويس، تكون الفولية كده بلدي وكبيرة وتكون فاتحة. ونزلت في الحلة طبعا فيها كمية مية حلوة عشان ده لسه هيقعد معانا. ونزلت عليهم بنص كوباية من الفول المدشوش ونص كوباية من العدس الأصفر، وعليهم بنص شفشق من الطماطم المعصورة. بس كده، أنا مش هحط أي حاجة تانية بنات، ما فيهاش أي افتكاسات تاني. دي كده قلبتها وسبتها تغلي، بس أهم حاجة ما تغطوهاش بالغطا كامل عشان ما تفرش وتبهدل الدنيا. أول ما تغلي بالشكل ده أطمن إن المية فيها كتير، وأغطيها وهدي النار عليها شمعة أقل درجة حرارة عندك. هتقعد معاكي بقى يعني من 7 ل8 ساعات، وكل ما تطوليها كل ما الفولة هتتهري أكتر حسب ما انتي عايزة، بس ما تقلهاش عن 7 ساعات. الفولية ما بتبقاش طعم الفول المدمس فيه زي بتاع بره غير لما بتاخد وقتها على البوتاجاز. لو سرعتيها لو حطيت لها بيكنج باودر او حاجه تسرعها، ده بيخلي الفوليه ما تاخدش وقتها في التدميس، ما بتديكيش طعم الفول بتاع بره. الفول بتاع بره بيقعد من بالليل للصبح على النار، وكل ما يحتاج ميه بتزوديه ميه مغليه. خلي بالكم يا بنات، هنا انا كنت سبته من بالليل للصبح لغايه ما برد تماما، وبعد كده احط بقى الكميه اللي انا عايزاها في الكياس حسب الاكله بتاعتي وبشيلها في الفريزر. شايفين شكله عامل ازاي وشايفين لونه عامل ازاي؟ خطير، والقوام بتاعه تقل ومن غير اي بقى افتكاسات بنحطها. هو الفول المدشوش بيديله قوام حلو جدا، والعدس برضو بيديله لون مع الطماطم. خدت الكميه اللي انا عايزاها في الكياس بالشكل ده، وخدت كميه كده في البوله بتاعتي عشان خاطر اعملها بقى سريع كده وافطر بيها معاكم. شايفين الشكل خطير، وزبده عاوزه اقول لكم يا بنات طعمه وريحته حاجه كده تحفه، احلى وانضف من بتاع بره بكتير. اعمليه بالطريقه ديت وهتعجبك جدا. هنا بقى كده عملت كده حاجه سريعه، حطيت له زيت وحطيت عصير ليمون، وعليهم بقى كده شويه ملح وشويه كمون وطحينه وشطه، وطبعا بقى اللي انت حابه تحطيه حطي براحتك. انا لسه هعمل لكم منه اشكال كتير وان شاء الله هتعجبكم. بصوا شويه بقى بصل اخضر كده، حاجه كده ما اقولكوش بقى طعمها خطير. شايفين شكله عامل ازاي؟ بجد يا بنات تحفه، اعملوه هيعجبكم جدا وهيعجب ولادكم. وبكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص، ويا رب يكون عجبكم وبألف هنا.